عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة الحياة الإقليمية لايف وبرنامج في بيوت الله تبارك وتعالى. احنا النهاردة في مسجد من المساجد يحتاج دعم كل كبير وصغير. المسجد الكبير بقرية السخاوي مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. المسجد زي ما احنا شايفين لسه محتاج الكبير كتير، وهو ده المسجد الكبير الوحيد اللي في القرية. المسجد الكبير الوحيد اللي في القرية اللي بيجمع الناس فيه، بتقام العزاءات فيه، بتقام الصلوات فيه، بتقام صلاة الجمعة، كتب الكتاب بيقام في المسجد. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. العالم بجهود أهل البلد، الناس الطيبين أهلينا اللي هم من السخاوي من هنا، قامت عملت لحد كده والناس وقفت وكتر خيره. فطبعا كل إنسان في ظل صدقته يوم العرض على الله تبارك وتعالى. قدم لنفسك شيء تلقاه يوم القيامة سعيدا مسرورا. فضل المساجد لو تكلمنا فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا في الأرض بنى الله له مسجدا أو بيتا في السماء. سننتقل إلى الناس أهالي البلد ونشوف كلامهم إيه بعد الفاصل، انتظرونا. الرحمن الرحيم. يا أهل الخير، ساعدونا نغطوا الجامع. والله ما عاد في حيل اروح الجوامع البعيده، زوايا بعيده، وما عدت قادر امشي، وبصلي في البيت ونفسي اصلي في الجامع كلنا، لان الجامع دي هو اساسا صلب البلد وهو اللي في وسط البلد. ما باقي الجوامع التانية بعيده، المساجد زوايا صغيره ومساجد صغيره، ما هيش ما بتاخدش حاجه. وانا من راجل كبير، يعني الناس الكبيره كلها راحت بتصلي في البيوت، ما عادش حد بيصلي في كده. صبوه غطوه ينبكوا صواب لوجه الله تعالى، لوجه الله تعالى، وتفعلوا الخير لوجه الله تعالى. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، نلتقي بكم اليوم من هنا وما أدراكم ما هنا. هنا مسجد السخاوي الكبير. في هذا المسجد المبارك الطيب الذي سيعمر بفضل صدقاتكم وتبرعاتكم للمسجد. واحنا كقناة الحياة الإقليمية لايف ما بنلمش تبرعات. اللي عايز يجي يتبرع بحاجة نهوت للمسجد يجي على اي حد من السادة الافاضل اللي موجودين معانا وباينين معانا في التصوير، يجي يجيب اللي يقدر عليه للمسجد الكبير. العالم زي ما انتم شايفين وزي ما الوضع قدام حضراتكم جات لحد كده ووقفت. انا بناشد كل الناس، يا اللي سمعني ويا اللي انت سمعاني، يا عم الحاج يا اللي انت بتشتغل في ارضك دلوقتي، احنا في موسم حصاد. كل انسان في ظل صدقاته يوم العرض على الله تبارك وتعالى. تعال اتكل على باب الله، حط حاجة نهوت تنفعك في قبرك. تعال اتكل على باب الله، حط حاجة نهوت تنفعك في آخرتك. تعال اعمل حاجة نهوت تظل وتظللك يوم القيامة. هنتعرف بعم الحي عبد السلام عبد المجيد الشيخ من أهل قرية السخاوي الشرقية. أولا بنشكر قناة الحياة لايف الإقليمية على جهدها المبارك الذي يتمم أو يتواصل معنا من أجل إتمام هذا الصرح الديني. وزي ما قال الأستاذ محمد، هو المسجد الكبير في قرية السخاوي الشرقية هو المسجد الوحيد الذي يستطيع أن يجمع 20,000 الذين يؤدون الصلوات، صلاة الجمعة، صلاة الجنازة، المناسبات العامة، كلها تقام في هذا المسجد. ومن أكثر من كام شهر هذا المسجد منذ هدم ونحن مشردوه. يعني تلاقي مثلا 20 بيصلوا في مسجد، 50 بيصلوا في مسجد، المآتم اللي هي المعازي بتقام في الشوارع. وطبعا ظروف الشمس، ظروف المطر، ما بنستطيعوش ان احنا نأدوا هذه الاشياء على اكمل وجه. فبنتواصل مع الاستاذ محمد وقناة الحياة لايف الإقليمية، وبندعو جميع اهل الخير الى ان يضعوا ايديهم في ايدينا من اجل اتمام هذا الصرح الديني. وزي ما قال الاستاذ محمد ان القرية ناس فلاحين والدخل عندهم موسمي، يعني بيدخل له موسم ايراد ارز، موسم ايراد قمح، فبيستطيع انه يساهم في هذه المواسم فقط. في غير هذه المواسم هو لا يستطيع ان يساهم. فبندعو اهل الخير من كل مكان ان يتواصلوا معنا
وأن يضعوا أيديهم في أيدينا من أجل إتمام هذا الصرح الديني. وجزاكم الله خيرا. وزي ما قال الأستاذ محمد، كل إنسان في ظل صدقته يوم القيامة، ومن بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. وكل إنسان بيساهم ولو بقدر يسير بسيط في إتمام هذا المسجد بيجعله الله سبحانه وتعالى وينميه له حتى يجعله جبل من الحسنات. وبندعو الجميع أنهم يساهموا معنا ويتواصلوا معنا ويضعوا أيديهم في أيدينا من أجل إتمام هذا الصرح الديني. وجزاكم الله خيرا. ونشكر قناة الحياة لايف الإقليمية على هذا الجهد المبارك منه، وشكرا لكم. وانا كمان بضم صوتي لصوت استاذنا الفاضل كما تكرم وتفضل علينا وقال انا بقول للدنيا بحالها حاجة. انت بدل ما تروح تشكي اخوك وتصرف فلوس عند المحاميين، وفر الفلوس واصطلح مع اخواتك وتعالى انا هو تتبرع للمسجد. تعالى انا هو اتبرع للمسجد. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلعب من حمق ومن غيظ على العصاة ورب العرش غضبانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار شيطانا. المشركون غدا في النار يلتهبوا، وأهل لا إله إلا الله بدار الخلد سكانا. زي ما اتكلمنا وقلنا المسجد بيضم أكتر من 20,000 نسمة. ناس حاليا دلوقتي زي ما تفضل أستاذنا وقال ناس مشردون، كل 20 فرد بيصلي في جامع، وكل 30 فرد او 50 فرد او 1000 فرد بيوزعوا نفسهم على الزوايا اللي هنا زوايا. ده المسجد الكبير. فضل المساجد لو غبنا نتكلم فيها من هنا لبكره. انت تحب تضيف ايه يا عم الحاج؟ تقول ايه؟ انا بقول بسم الله الرحمن الرحيم. بنناشد اهل الخير، مشكرين الاول على قناة الحياة الإقليمية اللي هي حضرت عندنا وشرفتنا وشافت الجامع شكله ايه يعني. وبعدين احنا فعلا الجامع ده البلد دي اكتر من نص مليون شخص. كلنا كل واحد دلوقتي كل جماعة بيروحوا في بلد تانية يصلوا. بقاله الجامع بقالنا دلوقتي حوالي من 3 4 5 شهور واقفين فيه وبنلم وبنعمل، واحنا ناس فلاحين يعني كل 6 شهور لما يجي لنا حسنة كده اللي بيقدر عليه ربنا بنعملوه. والبلد قايمة فعلا بقالها 6 شهور على نفقتها بتشتغل في الجامع ده، لان الجامع ده مساحته كبيره وهو الوحيد اللي بيلم البلد، لان البلد بلد كبيره وبلد واسعه والجوامع اللي حوالين منها كلها يعني ايه. المهم ان الجامع ده هو الحياه بتاع البلد. مع ذه فرح زي ما تحدث فضيله الاستاذ الشيخ عبد السلام الشيخ وقال على كل اللي قاله يعني ده طبعا هو صحيح. فاحنا يعني نطلب اهل الخير ان اللي عنده حاجه يتفضل بيها مشكور، يساعد بها البلد دهيت ويساعد الجامع، لان الجامع ده مسجد ربنا وبيلم اكتر مجموعه من الناس. يعني احنا عايزين الناس تجتهد معانا وان شاء الله حتى على الاقل نصلوا فيه رمضان اللي جاي يعني ايه جماعه كده، لان احنا السنه دي انحرمنا من صلاه الجماعه. كل مجموعه بتروح في بلد ما احناش عارفين نجمعوا بعض. فاحنا طالبين من اهل الخير ان هم يعني يتكاتلوا معانا ويجاهدوا معانا ويقوموا معانا في تشطيب الجامعه وفي صبة الدور الثاني، لان هو الجامع ده الوحيد اللي بياخد مجموعه البلد كلها وبيلم الناس، وهو ده اللي ينفع فيه الجماعه، لان الجوامع كلها الثانيه مش متفرقه يعني. ومشكرين على قناه الحياه ومشكرين على الناس اللي بيساعدوا معانا. ونطلب من كل اهل الخير ان فعلا بدل ما نقعد نشكلوا بعض ونقوم محاميه ونروح مش عارف ايه، لا كل حاجه اللي معاه حاجه يحطها في هذا الجامع، واللي عاوز يعمل عمره اللي عاوز يعمل كل ده الجامع اولى بيه. يعني احنا طالبين من كل الناس اللي عاوز يعمل عمره، انا بعتقد كده ان الجامع اولى من كل الحاجات اللي بتتعمل ديت. وشكرا لقناه الحياه. بيوت الله اولى بالصدقات. انا عايز حد يكلمني، عايز حد يتواصل مع اهل السخاوي هنا، عايز الساده النواب اللي احنا مخاصمين بعض عشانهم
عايز السادة النواب اللي نايمين وغفلانين عننا، ده هو مسجد يا سيادة النائب، يلا انا خصمت ابن عمي واخويا وابن خالي وخالي عشانك. تعال بص للناس ده ايه، تعالى. احنا الناس دهيت لما انت بتبقى مترشح، الناس دهيت بتروح تجافلك من الساعة 6 الصبح على باب اللجنة وبتجيب جرايبه، ويمكن في عالم مخاصمة بعض لحد تاريخ الساعة. انا بتكلم عن نواب كعامة ولا اقصد شخص بعينه. يا سيادة النائب، انت وسيادة النائب تعالوا بصوا المسجد زي مسجد السخاوي ده هوت محتاج ايه. واحد يقول لك طب وانا اعمل لهم ايه؟ لا، ده انت تقدر تعمل ياما، ده انت بطلب منك ممكن تقدمه وتسعى بيه، ممكن تعمل ياما، ممكن تعمل كتير. انا شايفك عايز تضيف حاجة وعايز تتكلم، انت عايز تقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لقناة الحياة. انا بطلب من السادة النواب زي ما انت قلت ان هم يساعدوني ويبعتوا لنا مساعدة، ماشي؟ لان المسجد ده روحنا وروح البلد، احنا ربنا طفولتنا على المسجد ده، المسجد الكبير ده، واللي هيقف جنبنا في المسجد الكبير هنقفوا جنبه بحياتنا كلها والله. لان انا ربيت طفولتي عندي 42 سنة باجي اقعد جنب المسجد ده. اقسم بالله انا بسيب بيتي ما هو محتاج هعرش وهعرش الجامع وهشطبه، لان روحي في المسجد دي لا عاوز عمره ولا عاوز حج. بطلب من الساده النواب اللي احنا وقفنا عند المدرسه وجبنا اكل وشرب وكلنا معاهم وقتلنا بعض عشانهم قدام المدرسه وما حد ساعدنا باي شيء، واحنا طفولتنا وحياتنا كلها في المسجد دي، لا عندنا عمره ولا عندنا شاليهات في مارينا ولا عندنا اي حاجه الا المسجد دي بنتفسح فيه في الصلاه، والمسجد ده هو حياتنا كلها. وشكرا. اشكر الاخ المحترم واشكر الناس اللي معانا دهيت. ان انا شايفك عايز تتكلم يا عم الحاج، انت عايز تقول ايه؟ نفسك تقول ايه؟ مش عايز تقول حاجه؟ هو زعلان من عدم المساعدة. هو عم الحاج مش راضي يتكلم، زعلان ان فيه مسجد كبير زي ده هو يضم اكتر من 20,000 نسمة متهمل. انا نفسي واحد يجي يقول لي انا عليا الشبابيك، نفسي حد يجي يكلم الناس اللي هنا يقول انا عليا المحارة، نفسي حد يجي يكلم الناس اللي هنا يقول انا عليا السيراميك، نفسي حد يجي يكلم الناس اللي هنا ويقول لا ده انا هطلع صبة الدور التاني علي، انا ما اناش طالع حج السنة وهطلع صبة الدور التاني علي. نيجي نساهم بالخير. المسجد ده هو روح البلد، المسجد ده هو تخريج للاجيال القادمة، تخريج لحفظة القرآن الكريم. العالم ديت انا متهيألي ما عملتش مسابقة تحفيظ قرآن كريم السنة هنا. سيادة النائب والناس المحترمة والناس الكويسة يا معالي النواب، ده هو مسجد السخاوي. انا بناشدكم عشان انا ابنكم واخوكم الصغير، انا بناشدكم ومقصودش نائب معين بعينه، بل اقصد جميع النواب من داخل وخارج المحافظة. ده هو مسجد السخاوي عايزين نكمله على خير. انا متهيألي مفيش مسابقة تحفيظ قرآن كريم انجمت هنا في المسجد السنة. انا متهيالي العالم ديت ما صلتش العشاء والتراويح هنا السنة، انا متهيالي العالم ديت ما استمتعتش بالتراويح هنا السنة، بل تفرقوا على المساجد. احنا بنلتقي في المسجد. فاصل وهنشوفكم تاني، ورجعنا لكم تاني هنا من عند بيوت الطهارة او دور المية او دورات المياه زي ما بنقولوا. معانا الطفل الجميل اللي انا كلمته وقابلته ده. انت اسمك ايه؟ ابراهيم فتحي ابراهيم. انت نفسك في ايه يا ابراهيم؟ نفسي اصلي في الجامع واحفظ قرآن زي زمان. نفسه يصلي في المسجد، نفسه يصلي في الجامع ويحفظ قرآن زي زمان. هل تتخيل معاي ان الناس دي بقالها 3 سنين كل شوية ناس توعدها ان هم هيصلوا رمضان هنا والناس دي ما بتصليش؟ 3 سنين يا باشا، كل ما يوعدونا ان احنا هنصلي رمضان السنه دي والتراويح، نيجي لسه زي ما انت شايف ما تشطبش ولا تصب. لما بيكون عندنا واحد متوفي وعايزين نصلي عليه الجنازه في الشتاء والمطر بنصلي في الشارع، بنتبهدل احلى بهدله، ما بنعرفش نصلي على الميت. يعني ده يرضي مين؟ المكان ده هو اللي بيلمنا في الصلاه،
في الميت بتاعنا في الجنازة هو ده المكان اللي في البلد ما فيش غيره. المسجد الكبير. المسجد الكبير ده في السخاوي عبارة عن 500 متر. نفسنا يتشطب ونبقوا زي أي بلد من اللي حوالينا. اشمعنى احنا يعني بلادنا بالذات، اشمعنى المسجد ده لما انهد ما حدش ساعدنا، ما حدش جه معانا. عاوزين سيراميك وعاوزين حديد وعاوزين نبني الدور الثاني ومش عارفين نعمل ايه. كل جنازه في البلد لازم نصلي عليها في الشارع بره. المطره تشتي، الدنيا تشتي، ما فيش حاجه خالص. ميه الصرف هنروح فين ونجي منين؟ سألتكم بالله عليكم ايه رأيكم في كلام الاهالي هنا في قرية السخاوي. سألتكم بالله عليكم لما تيجي جنازة لك اخ مسلم او اخت مسلمة او ام توفاهم الله تبارك وتعالى، الناس دي بتصلي الجنازة عليهم في الشارع. ممكن كانوا في توقيت شتوي المطرة بتنزل عليهم. سألتكم بالله عليكم الناس دي عايزة تصلي، الناس دي نفسها تصلي، الناس دي نفسها تصلي في المسجد تاخد ثواب الصلاة. الراجل ده نفسه يحفظ قرآن اهو. انت نفسك في ايه؟ احفظ القرآن. بص للكاميرا، نفسك في ايه؟ نفسي اختم القرآن. نفسه يختم القرآن، نفسه يختم القرآن الكريم. العالم ديت ما عملتش مسابقة تحفيظ قرآن هنا السنة. ليه؟ بقالهم 3 سنين ما كرموش حفظة قرآن. انا بالصدفة لقيت الناس دي واقفة ايه؟ اتفضل. لقيت الناس دي واقفة ايه؟ انت اسمك ايه؟ بص هنا. اسمي يوسف. يوسف. طيب يا يوسف نفسك في ايه يا يوسف؟ الجامع ده يتبنى ونحفظ القرآن فيه. الجامع يتبنى ونحفظ فيه القرآن. الجامع يتبنى ونحفظه في القرآن. وانت نفسك في انت كمان؟ انا نفسي يبنوه ونحفظه في القرآن بقى ونختموه. نفسك في انت كمان؟ نفسي نحفظه في القرآن ونصلوا الجنازة على الميتين تاني. ويصلوا الجنازة في المسجد على الميتين تاني. الناس معاكم اهيت والمسجد معاكم اهو. وكل انسان في ظل صدقاته يوم العرض على الله تبارك وتعالى. يوم يضعوك في قبرك وحيدا ليس معك احد ينفعك. بيوت الله تبارك وتعالى اولى بالصدقات. بيوت الله تبارك وتعالى اولى بكل هذا. الناس ديت بتقول لي اشكر لي الناس اللي جابت ترخيص الدور الثاني. الناس ديت بتقول لي اشكر لي كل الناس اللي اتبرعت للمسجد من البدايه ولسه ما وصلناش للنهايه. نفسي في واحد يجي يقول لي عليا تشطيب دورات المياه. نفسي في واحد يقول لي انا عليا صبة الدور الثاني. الناس دي وقفت لحد كده. الناس دي فين المحارة؟ مين اللي هيقول انا عليا المحارة؟ ده مسجد اهو ممكن بحسنة. مين اللي هيقول عليا انا كشف الكهرباء اجيبه؟ مين اللي هيقول عليا كشف السباكة ان انا هجيبه؟ والله عارف كل ده، والله عارف كل اللي انتوا بتقولوه، والله حاسس بنفس اللي انتوا حاسين بيه. والله انا عشت معاكم في خلال هذه الدقائق المعدودات. شفت الوجوه الطيبة ده ايه، الوجوه اللي بيشع منها الخير ده ايه. شعرت كأني واحد منهم وانا فعلا واحد منهم. الناس دهيت نفسها وامنية حياته المسجد يكمل على خير. هنصور من مكان تاني في المسجد. بكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا في المسجد اهو. احنا هنا مين اللي هيكمل معانا؟ احنا هنا مين اللي هيكمل معانا؟ مين اللي هيقول اجيب طوب؟ مين اللي هيقول اصب الدور التاني؟ الناس ده هي جت لحد كده وكتر خير الدنيا معاهم لحد كده. الناس ده هي محتاجة رمل وزلط واسمنت وحديد. اهالينا الغلابة ده ما عادوش قادرين. كلمني حد هنا قال لي في واحدة ست اتبرعت بحلاكها، ست كبيرة. فعيب جدا ان واحدة ست كبيرة تتبرع والشباب الحلو اللي بيشتغل واللي ربنا كرمه ما يتبرعش. كيف يقدس الله تبارك وتعالى أمة ضاعت الحقوق بينها؟
كيف يقدس الله تبارك وتعالى أمة قويها يستقوى على ضعيفها. يا جماعة، حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل إنسان في ظل صدقته. نداء إلى مرضى الكبد: اللهم اشفي مرضى الكبد يا رب. نداء إلى مرضى السرطان: اللهم اشفي مرضى السرطان يا رب. نداء إلى مرضى الفشل الكلوي: يا رب اشفي كل الناس ده. ايه، انت جربت علاج الدكتور مرة واثنين وثلاثة وعلاج الدكتور ما جابش معاك نتيجة، ربنا يشفيكم. انت تعال جرب علاج حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم من صيدلية حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيها: داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. تعال نهوت تصدق. احنا كقناة حياة ما بنلمش تبرعات. تعال على اي حد من الناس الافاضل اللي انت شايفها معانا كلها ده، ايه، قول له انا عليا 5 امتار رمل، قول له انا عليا 10 امتار رمل. واحد قول له انا عليا طن الحديد ده هوت هجيبه، قول له انا هشارك معاكم باللي اقدر عليه في بونا الصب. الناس دهيت نفسها الاذان يتردد في قرية السخاوي. يا كل سمعني، يا كل اب سمعني، وكل اخت سمعاني، وكل راجل فلاح شغال في الغيط سمعني. انا عارف ان ظروف البعض قد تكون ضيقة، ولكن الناس اللي ربنا ناعم عليها من فضله، انت ما بتجيش لمسجد زي دهوت ليه؟ تشوف الناس ده ايه، الناس دهيت عايزة تصلي. الأذان أذان الله تبارك وتعالى لا يرفع في قرية السخاوي إلا في الزوايا الصغيرة. وفين المسجد الكبير اللي كان بيضم أبويا وأبوك؟ المسجد الكبير اللي كان بيضم عمي وعمك؟ المسجد الكبير اللي كان بيضم خالي وخالك، أخويا وأخوك؟ البلد كلها ما عادتش بتسمع الأذان هنا بيتردد في قرية السخاوي. الناس دي نفسها تفرح، الناس دي مش طالبة وظيفة، الناس دي مش طالبة مساعدة الفرد بعينه، الناس دي طالبة مساعدة للبلد كله، ان انت تيجي تكمل لهم مسجدهم ده همت على خير. أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون ايه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. خاف من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. خاف من يوم الشمس ستدنو من رؤوس العباد، هتبقى بيننا وبين الشمس في الدنيا 92,000 مليون ميل تقريبا، 92,000 مليون ميل، بينما يكون بينك وبين الشمس في الآخرة ميل واحد، حتى أن بعض الناس سيقول: يا رب صرفنا ولو إلى جهنم من شدة العرق الذي يلجم الناس. الناس تخرج حفاة عراه ينظرون إلى حسابهم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خافوا من يوم شديد، من يوم ما طلعوا شديد. وتعالى اتبرع للمسجد، تعالي اتبرع للمسجد. يا اللي انت شاك اخوك، يا اللي انت كاتب في وصيتك لمراتك بعد ما موت اخويا ما يحضرش غسلي، تعالى اتبرع. تعالى انا اهو لمسجد السخاوي وقول له: يا ابو الحاج ده هو اللي انا اقدر عليه. ما عدتش قادر اكمل وما عدتش قادر اتكلم. يا جماعه احنا عايزين حد يجي لاهل البلد ده يتكفل بالمسجد، واحد يتكفل ويجيب معاه ناس صالحين، الناس المحترمه، الباشمهندسين اللي عندهم شركات وربنا ناعم عليهم. ابعت حاجه المسجد السخاوي هنا. تعالى للناس الافاضل دهيت كلها والشباب الحلو ده اهو، والناس اللي هي عايزه تحفظ قران ده ايه،
الناس اللي معانا ده ايه عايزه تحفظ قرآن وبتراجع اهي. الناس ده هي نفسها تحفظ القرآن في المسجد على ايد شيخ المسجد او ايد حد بيحفظ. الناس ده هي نفسها تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. الناس ده هي نفسنا نطلع جيل حافظ للقرآن الكريم. مش هنطلع جيل حبيشة ومحمد رمضان والعته اللي احنا بنشوفه على السوشيال ميديا. عايزين نطلع جيل محترم حافظ القرآن وعارف امور دينه. مش هنطلع حمو بيكا وجعفر العمدة والناس اللي هي معدومة الضمير دي، الناس اللي شويت صورة الشباب دي، الناس اللي بعض الشباب متخذينهم قدوة. لا، قدوتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، قدوتنا ان احنا نحفظوا القرآن المعجزة الخالدة الباقية. تعال نهوت مسجد السخاوي واتكلم. اي حد عايز يضيف اي حاجة منكم يتكلم، اي حد عايز يتكلم يتكلم. والله انا بناشد اهل الخير، والله انا قلتها كلمه، لا نعرف نتفسح في اسكندريه ولا في القاهره ولا في مارينا ولا في اي مكان. والله متعتنا كلها هو المسجد الكبير بتاع القريه. بقول لك منذ طفولتي وانا بطلع طول عمري اقعد اسمع الاذان، والشويه اللي اقعد اتفسحهم او اقعد في الخلاء. اجي اقعد فين؟ في مسجد السخاوي الكبير. لا بعرف اروح ماريني ولا شرم الشيخ ولا اسكندريه ولا اي مكان، لان معيش اصلا. واحنا هاتوه اصلا، ولو رحت معيش اصري. وبسمع الاذان في القرى المجاوره لني، وما سمحتش الاذان في قريه السخاوي بقالي 3 سنين. اقسم بالله انا كنت بصحى الفجر على صوت القران، ويوم ما اقلق او تعبان بروح فين اتفك، اجي المسجد الكبير الاقيهم بيصلوا. حتى اللي كانوا في الجامع يقولوا خير يا شيخ سعد انت ما جيتش المسجد من الجامع؟ اقول جاي اتفسح واروح عن نفسي شويه. والله اقسم بالله ما عندنا مكان نروح فيه عن نفسنا الا هذا المسجد. وبنرجو من اهل الخير، احنا مش عاوزين حاجه لينا خالص. يا عم تبرع علينا اللي تقدر عليه، ما نقولكش هات 1 ولا 2 مليون، ساعدنا نقف جنبك كمان. اللي يقدر على اسمنت يجيبه، اللي يقدر على رمل يجيبه، اللي يقدر على حديد يجيبه. احنا بنقول لو حتى هتجيب طوب، ومش محتاجين طوب لاهل الخير، هنبدله بسلح تانية ونجيب بيه فلوس عادي. اهل البلد ما عادش معاه فلوس. اهل البلد والله انا اعرف ناس في اهل البلد ده هي ما عندوش غير شوال الرز. والله ما عنده غير شوال. انا تاجي على قد كده باخد ارداب رز ابيعه. واحد لقيته جايب لي شوال الرز، مراته بتقول له هناكله ايه يا فلان؟ قال لها مش عاوزين ناكله واحنا هناخده حامي الدنيا، انا عاوز الشوال للجامع. اداني العلم وفاضل في العلم كام؟ عامل 705. لقيته جايب العلم لشيخ المسجد بال 705 بتوعه. بقول له خلي لك ال5 يا شيخ سيد غلبان. قال لي لا حد الله انا عاوز ابني الجامع. نادوا اي حويجي يعيط هنا في الجامع يقعد بالليل، ما هو ضارع عليه، ما فيش متعه غيره في الدنيا. والله ما عندنا متعه غير هذا المسجد. ولا احنا عاوزين من الدوله وظايف، ولا احنا عاوزين طرق. ما بنقول الطرق هي مهدوده ده احنا عايشين، بس ده هو اللي بلمني. والله بنصلوا في الشارع والله، وميه الصرف بتبقى على جورتنا هنا. طب هنتطهر ولا ميه الصرف؟ بنقولوا ده المتعه بتاعتنا اللي بنتلموا فيه. وشكرا يا باشا، شكرا على قناه الحياه. والله انا بشكركم كلكم من هنا من مسجد السخاوي، لان انا بطبيعتي ما عدتش والله عارف اتكلم. خلصت كل الكلام، خلصت كل الكلام. احنا كقناة حياة اقليمية، او انا كراجل مذيع لقناة او راجل شيخ لقناة، احنا ما بنلموش هنا تبرعات. انا ما بلمش تبرعات. اللي عايز يتبرع المسجد اهو السخاوي هنا هي تيجي على الناس ده. هنسيب ارقامنا للتواصل، هنسيب ارقام الناس المسؤولة عن المسجد هنا للتواصل لاي حد عايز يكلمهم ويجي لهم هنا. احنا تحت امره واذنه. فانا كده هفصل معاكم معلش.